السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. احنا فين؟ احنا بنكمل رحلتنا في الفيديو الثاني لبيت الوطن وبنصور لكم المكان والمنطقة. ده كوبري ووتر واي، ده اللي وقفنا عنده في الفيديو اللي قبل كده، ولو دخلنا يمين نطلع على 90 الجنوبي، لكن احنا مكملين على 90 الشمالي. الشارع ده بيطلعنا على الرحاب، على مدينة الرحاب على طول. الكومباوند اللي على ايدينا شمال دوت كومباوند ليلى، معمول ده المول بتاعهم الخارجي، وده الكومباوند اللي هو العمارات ديت. واللي على ايدينا اليمين ده القطاع الثالث التجاري. القطاع الثالث بقى فيه حاجات كتير جدا، في براندات، وطبعا القطاع دوت بيبقى تجاري وبيبقى اداري. عدينا على القطاع الاولاني والقطاع الثاني ومشينا في جزء في القطاع الثالث، وده استكمال القطاع الثالث. 100 موت هنا اهوت، مطعم 100 موت في المول دوت. وزي ما قلنا لكم كومباوند ليلى، وبعد كومباوند ليلى بيجي ووتر واي 2. بيجي ووتر واي 2. هنشوف دلوقتي ووتر واي 2 بحيث ان انتوا تبقوا عارفين مكانه برضو على 90 الشمالي. كل ده احنا على 90 الشمالي. ووتر واي 2 على ايدينا الشمال اهوت، ده كومباوند فيلات، وده ووتر واي 2 المول. طبعا في كومباوندات زي ما قلت لكم. خلصنا مناطق العمارات. المنطقه اللي على شمالنا دي اسمها المستثمرين الشماليه. المستثمرين الشماليه ديت كلها كومباوندات كتير قوي بقى، يعني هتلاقوا ماكسيم مول، هتلاقوا فيلير مول، هتلاقوا حاجات كتير قوي. ده كومباوند هتلاقوا ماكسيم اللي هو كومباوند ماكسيم. ده كايرو بيزنس، المول دوت مول كايرو بيزنس معروف. واللي على شمال زي ما قلت لكم المستثمرين الشماليه كومباوندات كتير. وده مول اوسكار، وفي هنا الدهان اهوت لو لقيتوه، لو خدتوا بالكم في عايده ربيع بتاع الحلاق. الفرشله دي جامعه الفروتشر. كل ده القطاع الثالث زي ما انتم شايفين، احنا ماشيين في القطاع الثالث جامعه الفروتشر. واللي على شمالنا ده تقريبا فيرا كومباوند على ما اعتقد، ممكن تكون معلومتي مش مؤكده لان الكومباوندات كتير جدا في المستثمرين الشماليه. ولو بصينا برضو دي بولاريس، ده مول بولاريس او بولاريس زي ما بيقولوا. هتلاقوا اللي على شمالنا ده ماكسيم مول، وبعديه الكومباوند بتاع ماكسيم. ودوت عامر جروب، في لولو هايبر ماركت فيه عامر جروب، هو اكتر واحد واخد ارتفاع في التجمع. عامر جروب، وبعد كده بيخلص عامر جروب وبيبدا القطاع الرابع. القطاع الرابع التجاري. القطاع الرابع دوت بقى فيه ايه؟ في حاجات تجاريه وفي كومباوندات يعملوا فيه حاجات كتير قوي. القطاع الرابع دوت بقى زهره لوتس، عامل زي زهره اللوتس، بيفتح معانا قوي، بيوسع الفتحه او الفجوه ما بين ال90 الشمالي وال90 الجنوبي. يعني كل القطاعات 1 و2 و3 الدنيا بتبقى شريط عرضه مثلا حوالي 250 300 متر ما بين ال90 الجنوبي والشمالي وموازي لبعضه. هنا عند القطاع الرابع بتفتح زهره اللوتس. والقطاع الرابع ده بقى هيبقى فيه حاجات كتير قوي، هيبقى فيه كومباوند، وهيبقى فيه تجاري، وهيبقى فيه سكن. يعني اللوتس الجديده احدث حاجه اللي لسه طرح الجديد. شايفين هنا بنزينات برضو خدمه. احدث حاجه طرح الجديد القطاع الرابع، وبيتعمل فيه شغل كتير جدا دلوقتي. دي كومباوندات برضو في المستثمرين الشماليه وامتدادها. ده كومباوند اسمه حياه، واعتقد في كومباوند بعده هيبقى سبور، تبع سبور. كل دوت القطاع الرابع. الشركه المصريه القابضه للبتروكيماويات. حاجات كتير قوي اتبنت خلال الفتره دي. لو حد تابع فيديوهاتي كنت بمشي في القطاع الرابع دوت، كان بيبقى صحراء، ما كانش فيه المباني دي موجوده، في بدات تتبني. ده كومباوند اسمه جولي هايتس. وبعد كده بتجيلنا اللوتس الشماليه، وصورنا كتير في اللوتس الشماليه. ترخيصها بدروم وارضي واربع ادوار، وهتلاقوها شقتين وثلاثه واربعه، واحيانا 5 شقق في الدور. كانت ال5 شقق دي لازم تبقى الارض فوق ال1050 متر او ال1150 متر. دي منطقه اللوتس الشماليه، عباره عن 5 مناطق من 1 ل5. كل دي اللوتس الشماليه، مساحتها كبيره جدا. وفي وشنا زي ما احنا ماشيين كده كومباوندات على طول. ده ديار صبور، ده كومباوند ديار تبع صبور. في وشنا ده كوبري. الكوبري دوت لو دخلنا يمين بنطلع على مكتب النائب العام، وبنطلع على الرحاب، وبنطلع على الروف، بنطلع على كذا حاجه.
لو دخلنا شمال اسف، ولو دخلنا يمين بنطلع على التسعين الجنوبي، ده اسمه شارع النوادي. بيقابلنا الشارع اللي هو بتاع محور بن زايد، وبيقابلنا نادي رويال اللي هو القاهره الجديده، وبيقابلنا نادي بلاتينيوم. هنكمل على طول زي ما احنا على التسعين الشمالي. على ايدينا الشمال دوت مول بيتعمل، مكتوب الغرفه التجاريه بدمياط موجوده هنا، مش عارف، واضح ان هم يعملوه مول للاساس، مول فرنتشر. المنطقه دي كلها منطقه خدمات، هتبقى تبع منطقه القرنفل. اللي في وشنا او اللي على شمالنا دي منطقه القرنفل فيلات، ودي ترخيصها بدروم وارضي ودورين ودور، فناخد بالنا لان في ناس خدت ترخيص الدور وفي ناس خدت ترخيص دورين، فناخد بالنا لان ترخيص الدورين دلوقتي واقف. والتمر حنه على ايدينا اليمين برضو، كل ده احنا على التسعين الشمالي. تمر حنه على ايدينا اليمين برضو ترخيصها بدروم وارضي ودور ودورين، فهتلاقي ناس عامله دور اهيت، اللي ما خدتش الا دور واحد ممكن ما تكونش خدت التاني، والدور التاني مقفول دلوقتي، واللي خدوا دورين بيكونوا خدوه من بدري يعني. فدي التمر حنه على شمالنا. التمر حنه 3 مناطق، والقرنفل 10 مناطق. بدات تسكن القرنفل الاول، قعدت فتره طويله القرنفل والتمر حنه ما كانش ليهم حظ، مش عارف يعني حظهم كان مش افضل حاجه يعني. المهم لو بصينا على يميننا خلصت التمر حنه، وده الشارع اللي فاصل ما بينها وبين كومباوند المراسم. ده كومباوند المراسم، كومباوند المراسم، وده المول بتاع كومباوند المراسم، مول كبير جدا، والمول ده هيخدم كل المناطق ديت بما فيهم بيت الوطن. ده الشارع الفاصل ما بين القرنفل، وده كومباوند فيلات تبع القوات المسلحه اسمه القرنفل، وبعده بيجي على طول دار مصر القرنفل، دار مصر القرنفل في ظهره على طول. كل دوت كومباوند المراسم، عماراته اهيت، وادي المول بتاع كومباوند المراسم. تعمل كومباوند كبير، مول كبير جدا هيخدم منطقه بيت الوطن. ادي اليافطه اهيت لو قريتوها هتلاقوا المراسم. هيخدم منطقه بيت الوطن، هيخدم منطقه القرنفل، هيخدم منطقه التمر حنه، هيخدم كل المناطق ديت. واعتقد انه ممكن خلال سنه او سنه ونص بالكثير يشتغل، ولو اشتغل هيحيا المنطقه دي بشكل كبير جدا. فطبعا خدنا التسعين الشمالي كله يا جماعه. هطلع لكم كمان لحد طريق السويس عشان يبقى ده كمان خدناه اكتر من التسعين الجنوبي، لان احنا التسعين الجنوبي دخلنا شمال من عند منطقه سودك لو تفتكروا قبل الاندلس عشان نروح بيت الوطن الحي السادس والثامن، انما احنا هنا نهايته كله بيت الوطن بيبدا من هنا. الشارع دوت يا جماعه شارع بيدخلنا على منطقه شمال الرحاب، وادي العمارات اللي هناك ديت دار مصر القرنفل، وادي العمارات اللي على اليمين دي الحي الثاني بيت الوطن، تقاطع مع شارع النوادي اللي بيطلعنا على النادي الاهلي. بيت الوطن بدا يبان ويظهر معانا اهو يا جماعه، يعني كل مره بنيجي بنشوف اختلاف. طبعا دي بنزينه الوطنيه اللي على نص شارع النوادي في بيت الوطن، وادي كده منطقه بيت الوطن الحي الثاني. ولو دخلنا زي العربيه النقل ديت، العربيه النقل دي كده داخله على شارع النوادي، ده شارع النوادي والنادي الاهلي، بيبقى الحي الثاني يليه الحي الرابع يليه الحي السادس، واحنا هنكمل على طول على 90 دوت الحي الثاني حرف الاي، الحي الثاني حرف الاي على 90 مباشره. يليه بعد كده المنطقه التكميليه، وزي ما انتم عارفين المنطقه اللي على شمالنا الفاضيه دي هتبقى كومباوند، وهيبقى منطقه متميزه جدا اللي على شمالنا ديت. ادي منطقه بيت الوطن، وادي الشارع الفاصل ما بين الحي الثاني والحي التكميلي، وادي الحي التكميلي زي ما انتم شايفين اهوت من الاحياء المتميزه جدا في بيت الوطن اللي انا بحبها على المستوى الشخصي. شايفين كميه العمارات اللي اتبنت فيها، شايفين الواجهات اللي خلصت، يعني اعتقد ان هي والحي السادس والثامن من الاحياء الاوائل اللي هيسكنوا، اللي هي الحي اللي فوق دوت، لان هو على 90 مباشره. بنت بنسبه كبيره جدا في العمارات، بتقفل الواجهات، حاجات واجهاتها خلصت. كل الكلام دوت يديلك قد ايه بيت الوطن فيه اهتمام وفيه تشغيل وفيه شغل. زي ما انتم شايفين الحي التكميلي من الاحياء المميزه، عماره خلصت واجهتها متميزه جدا جدا جدا. وادي بيت الوطن رحنا الرحله بتاعته كامله من التسعين الشمالي، وبعد كده بيبدا معانا اوريكم بقى. لازم اكمل لحد الجزء ده برضه هيبقى كومباوند. ده الشارع الفاصل، المنطقه ديت هتبقى تبع القوات المسلحه. في مبنى هنا مبني تبع الدوله، تقريبا مقر تبع الامن الوطني.
وادي يا جماعه الضغط العالي اللي كنت بقول لكم عليه عند النورث هاوس، ادي الضغط العالي، وادي طريق السويس، ادي طريق السويس. وبكده نبقى صورنا لكم كل ما يخص رحلتنا من التسعين الشمالي، من اول كايرو فيستيفال لنهايه التسعين الشمالي عن طريق السويس. ارجو انها تكون رحله مفيده، ولو حد محتاج اي معلومه او اي شيء تخص كل المناطق اللي انا اتكلمت عليها يرجع لي على طريق السويس. وانتهت الرحله. السلام عليكم.